هذا البرنامج برعاية ايه هي نقطة البداية وحجر الزاوية اللي بيبني عليها أي مجتمع حياته ومستقبله؟ نقطة البداية في أي مجتمع هي معرفته بذاته قبل أي حاجة تانية. يعني لازم نجاوب بصراحة وبلا مواربة على سؤال مهم جدا: إحنا مين؟ إحنا مين؟ ولو كان ردنا ببساطة إن إحنا مصريين عايشين في المجتمع المصري وبننتمي لمصر، يبقى تأصيل الهوية المصرية والانتماء للوطن في نفوس المصريين والتأكيد على المكونات الثقافية والحضارية الإيجابية والدافعة إلى الأمام هم العاملين الرئيسيين لو اتفقنا عليهم اللي هيمكنونا من تحديد الأهداف والوصول إليها في الحاضر والمستقبل. لكن مع كل أسف بقى فيه قطاعات كبيرة جدا من المصريين بيختلفوا مع الفكرة البديهية دي، وبيحاولوا بكل الطرق يلاقوا هويات بديلة إن كانت عرقية أو دينية، ولتذهب الهوية الوطنية المصرية إلى الجحيم. طب ما تيجوا نناقش موضوع الهوية ده. يا ترى إيه أهمية الهوية؟ هويتنا بتحدد اختياراتنا وبالتالي مستقبلنا. طب وإيه هو تعريف الهوية؟ الهوية هي إدراك الفرد أو الجماعة لذاتها، وهي نتاج الوعي بالذات، وبإننا كأفراد ومجتمع نمتلك صفات واضحة تميزنا عن غيرنا. طيب وإيه هي مكونات الهوية الوطنية لأي مجتمع؟ أول حاجة النسب. يعني لو سألتك أنت مصري تقول لي إيه؟ يا ترى هتقول لي مصري وابن مصري وابن مصر الله عليه، ولا هتتبرى من ذاتك وتدور على نسب تاني؟ فتبقى مثلا سعادتك يمني، واللي جنبك عراقي، والأخ اللي هناك ده تركي، وأنا عايز أبقى يوناني لو سمحت. نلاقي نفسنا مجتمع تايه لقيط ملوش لا حسب ولا نسب. تاني حاجة الثقافة السائدة، واللي جاية من العيلة وطريقة الحياة واللغة والثقافة الوطنية والأديان والحضارة والمدنية. هنا في ناس كتير بتقول إننا بنتكلم عربي، نبقى ببساطة كده عرب. بنفس المنطق ده يبقى الإخوة النيجيريين لوردات إنجليز، لأن لغتهم الرسمية الإنجليزي، ويبقى الأخ اللي من الكونغو فرنساوي لحد ما نجيب مدرس فرنساوي. أما اعتبار الدين دولة، فما فيش دولة دينية في الإسلام أساساً. ونرجع هنا للشيخ محمد عبده اللي بيقول بكل وضوح: ليس في الإسلام سلطة دينية، وأصل من أصوله قلبها والإتيان عليها من أساسها، والخلافة هي بالسياسة أشبه، بل هي أصل السياسة، والخليفة حاكم مدني من كل الوجوه. ثالث حاجة التأثير الإقليمي وأثر المنطقة الجغرافية والقارة اللي احنا عايشين فيها. لما تكون في أفريقيا غير ما تكون في أوروبا، غير ما تكون في الهند والسند وبلاد تركب الأفيال. رابعاً التأثير السياسي، زي الأحزاب وجماعات الاهتمام والحركات السياسية والقضايا الوطنية ونوع الحكومات ودورها. وطبعاً هنا مفيش دولة تشبهنا، ولا من قريب ولا من بعيد. فين تلاقي دولة غير مصر عمرها 5174 سنة؟ حربت الهكسوس والتتار والصليبيين، وعملت ثورة 1919 وثورة 2011. خامساً التأثير الاقتصادي ونوعية المهن. يعني ببساطة المجتمع الزراعي النهري
اللي البنية الأساسية فيه هي العيلة، واللي قائم على التعاون في الري والحصاد، غير المجتمع البدوي الرعوي اللي بنيته الأساسية القبيلة، واللي قائم على غزو القبائل لبعضها البعض. سادساً، التأثير الاجتماعي، الأصدقاء، الانتماء لنادي معين، زملاء العمل، والوضع الثقافي. فلما يكون عندك قهوة الفيشاوي ومولد أبو الحجاج ومولد العذراء والأهلي والزمالك والطهطاوي وطه حسين والست أم كلثوم وبيعيش المثقف في مقهى ريش، يبقى أنت مين؟ بناء عليه اختزال الهوية الوطنية في مكون واحد تسطيح للأمر وطغيان لجزء على الكل، وده بيفرغ الهوية الوطنية من مفهومها الحقيقي، وبيؤدي لتشوه في الشخصية الوطنية، وبيؤدي كمان لتوجهات عنصرية وطائفية مدمرة للحاضر والمستقبل. والتاريخ خير معلم. هنلاقي بكل وضوح إن الفترتين اللي ازدهرت فيهم مصر هم فترة الحضارة المصرية، واللي كانت فيها الهوية المصرية ومتناغمة تماماً مع روح الشعب وفنونه وعلومه. والفترة التانية واللي احنا عايشين في خيرها لحد دلوقتي هي فترة الليبرالية المصرية، اللي كان معلمها الأول الشيخ رفاعة الطهطاوي، واللي كان فيها مد وطني واضح جدا. بيقول دكتور محمد كمال ظاهر عن تقييمه لأفكار الفترة دي: نشأ في مصر جيل من المثقفين له نفس الأفكار والاتجاهات الإصلاحية، إلا إنها امتزجت بشيء جديد، هو محبة الوطن مصر والتغني بأمجاده الحضارية. وكان رفاعة الطهطاوي هو إمام هذا الاتجاه وزارع بذوره. ومن الواضح أن وطنية رفاعة كانت علمانية مصرية أصلية صميمة، لا إسلامية ولا عربية، وهي تشمل قدماء المصريين قبل الفتح الإسلامي وأبناء مصر من غير المسلمين. وقد امتلأت كتاباته بمشاعر الاعتزاز والفخر بأمجاد قدماء المصريين وبحب عميق لبلاده، إذ يصف مصر بأنها وحدة حية مستمرة من أيام الفراعنة وإلى الآن. ناخد بالنا هنا إن الفكر ده واللي نور مصر كلها طالع من فلاح مصري أزهري اتولد سنة 1801. بس احنا وبعد 200 سنة ومع الأسف الشديد سيبنا الطهطاوي ومسكنا في زكي جمعة. مين زكي جمعة ده؟ زكي جمعة هو النصاب اللي بيدعوك إنك تلغي عقلك وأنت في حضرته. هو كل واحد بيكرهك في ذاتك وأصلك وفصلك، هو اللي من مصلحته يزين لك هويات بديلة وهمية قاتلة، وإنك مخلط منقط مخطط، وتحمد ربنا وتبوس إيدك وش وظهر إنك هتنتسب إليه. وللمرة المليون ليه بنتجاهل أفكار الشيخ رفاعة الطهطاوي والشيخ محمد عبده والشيخ الذهبي؟ وليه ما بقاش بيتعرض علينا غير أفكار تعتبر مصر حفنة من تراب عفن والوطنية المصرية وثن؟ وللمرة المليون هل ده مقصود لمسخ هوية المصريين وتفتيت انتمائهم وبالتالي هدم مصر من الداخل بإيد ولادها؟ الهوية المصرية مش شفونية ولا انكفاء على الذات، لكنها أصلنا اللي بيميزنا واللي بنتعامل بيه مع كل دوائر التأثير والتأثر اللي موجودة حوالينا، واللي من غيرها هنبقى مسخ ملهوش أي لازمة. ولو سألتك أنت مصري تقول لي إيه؟ أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الإهرامين، جدودي أنشأوا العلم العجيب ومجرى النيل في الوادي الخصيب،
لنا في الدنيا آلاف السنين ويفنى الكون وإحنا موجودين، وأقول لك أنا المصري. هذا البرنامج برعاية